السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم وصفة الدولمة باللحم مرحي. أنا كنت ديجا حضرتها ودرت لكم فيديو ديجا بالدجاج مرحي. اليوم راح نحضروها باللحم مرحي ونديروها بالزيتون. هنا اللحم مرحي راح نحشيوه. راح نحضروا الدولمة في هذا الفيديو بطريقة سهلة وبنينة، وتجيكم اللحم طرية. تبعوا الفيديو. هنا راح نبدأ نحضر اللحم مرحي. اللحم مرحي هنا كي تروحوا تشريوه عند الجزار، اشريو دايما طرف هبرة وقولوا لهم يرحيو لكم سوغ بلاس. يرحيوه لكم زوز مرات به يجي مرحي مليح. هنا ضفت له شوية نتاع البصل يكون مرحي رقيق خلاص، مع سنة توم كيف كيف مرحية، شوية معدنوس ومغرف كبيرة معمرة نتاع لا شابلور. هنا نضيفوا له تاني الفلفل الكحل ومغرف صغيرة تاع الملح، ونزيد له نص مغرف كبيرة ولا مغرف صغيرة تاع الزبدة به تخلينا اللحم مرحي يقعد لنا طري. نخلط مليح مليح المكونات ونعجن شويه برك اللحم مرحي تاعي. هنا ترحيوه عند الجزار زوز مرات وتعجنوه مليح باه تبقى لنا الحبه تاع الدولبه حاكمه لافورم تاعها وتتشكل لكم مليح وما تتحلش وتجي رطبه. لي بولات تاع الكفته ولا تاع الدولمه راح نحشيهم بالفرماج غابي كرييه ولا غودا ولا غوش كيما راكم حابين ترحيهم في الخشين. وهنا نحكم الكفته، نحكم كميه من اللحم مرحي ونحط هنا في النص كيما راكم تشوفوا، وتقفلوا عليها مليح مليح ترصوا به ما تتحلش. تبداو تديوها وتجيبوها ما بين يديكم وتعدلوا لها لافورم كيما راكم تشوفوا. شوفوا كيف هنايا السطح تاعها كيفاه جاي املس وجاي مليح. نعدلوها ونحطوها هنا. تاخدوا تحشيوها تاني بالفرماج بلان، تجي ملاحة تاني وتجي بنينة. كنت ديجا درت لكم دولمة بالدجاج مرحي وحشيته بالفرماج بلان. هذيك الوصفة تاني هايلة واللي جربوها كامل عجبتهم. ان شاء الله تجربوا وصفاتي ويعجبوكم، وتشاركوها مع احبابكم. هنا نكمل نشكل الكفتة نحشاها كما قلت لكم ونشكلها، ومن بعد كي نكمل راح نحطها في الفريجيدير. واذا كنتوا مزروبين نحطوها في الكونجيلاتور على الاقل 5 دقائق به تبرد لكم. به من بعد كي نقليوها ما يخرجناش الفرماج. هنا بعد ما جبتها من الكونجيلاتور، انا كنت مزروبه خليتها في الكونجيلاتور 5 دقائق، بردت لي شويه. بديت نحكم نرمدها في الفرينه كيما راكم تشوفوا وننفض الزيت تاع الفرينه. هنا الفرينه هي اللي راح تعقد لي المرقه وتجيني خاتره. هنا كيما تشوفوا نكمل نرمدها كامله ونبدا نقلاها. هنا كنت ديجا بديت نقلاها، حطيتها تقلع في الزبدة والزيت. هنا كترت الزبدة والزيت، حطيت مغرف كبيرة معمرة تاع الزبدة مع 2 مغارف كبار تاع الزيت. خليت البرمة حتى سخنت مليح مليح. لازم البرمة تكون سخونة والنار تكون من متوسطة لقاوية به تمتم يحمروا لي. هنا درتهم صويبعات ما درتهمش ديبول تاع الكفتة. يحمروا لي السطح يعطيوني اللون هذاك الاحمر ما يطيبليش اللحم من الداخل به ما توصلش السخانه للفرماج ويدوب لي. راح يفلق لي الحبه تاع الكفته ويخرج. هنا كما راكم تشوفوا راني غير نقلبها من لي كوتي كل ما نخليهاش به ما تمتم تحمر لي. والنار راهي هنا قاويه يعطيني اللون هدايا، غير يعطيني اللون هذا نحاها. خاطر كنت تخليو النار قليله وتخليه يحمر بعقل راح تتنفخ الحبه تاع الكفته ويخرج الفرماج. هنا نكمل نقلي الحبات تاع الكفته كامل
وفي نفس البرمة راح نحط شوية تاع شامبينيون. كان عندي شوية شامبينيون، نقليه مليح في هذاك الزبدة والزيت اللي كنت قليت فيهم بعد الكفتة، ونضيف البصل وزوز سنينات ولا 3 تاع ثوم يكونوا مرحيين كيما قلت لكم الرقيق. خلاص نقليهم مليح مع شوية فلفل كحل وشوية تاع ملح. هنا تقلى البرمة مليح، ونضيف لها من بعد الزيتون دينوايوتي. الزيتون هنا كي بديت بعد نطيب دخلت الكوزينة نبدا نحطه في الماء، وكل مرة كل 5 دقائق نبدلو الماء هذاك. هذه الطريقة راح تخلي الملح يخرج بدون اي اضافات. هنا 3 مرات 4 مرات نتوما تغيروا في هذاك الماء راح يخرج الملح كامل. نقليهم مليح ومن بعد نضيف كي تقلى لي البرمة مليح البصل مع الشامبينيون والزيتون، نضيف الكفتة نخليها حتى هي تزيد تتقلى لي شوية برك، وراح نمرقها بالماء يكون سخون مليح، ونغطيو البرمة تاعنا ونخليوها حتى وين تعقد لاصوص. عبالكم لاصوص ما راح نزيد لها حتى اضافات، راح تعقد لي غير بالفرينه اللي كنت رمت فيها الكفته كيما راكم تشوفوا هنا. بعد ما نشف عقدت لاصوص، هنا في الاخر راح نزيد لها شويه معدنوس. ولاصوص تاعنا شوفوا كيفاه تبل جايه عاقده خاطره هايله بنينه روعه. وهذه وصفتي تاع اليوم في الفيديو تاع اليوم، ظلمة ولا كفتة بالزيتون بطريقة سهلة، تجي ظلمة محشية. نقدموها مع لي ترونش تاع القارص، تجي بنينة وتجي خفيفة وسهلة وتم توجد. ركزوا غير على تمتم باسكو حنايا نساء سورتو في رمضان نحبوا غير الاطباق اللي ما تاخدناش الوقت. هذه راهي سهله صح. اللحم ماهيش اقتصاديه، اللحم غالي مي كميه صغيره رايحه تحضروها في رمضان تجيكم بنينه وتجي هايله وتمتم توجدوها. شوفوا هنايا الكفتة محشية من هنا من الداخل بالفرماج. اي فرماج راكم كيما قلت لكم تحبوه قاعدين تستعملوه، هي بالقرية تجي ابن مي اي فرماج راكم تحبوا تستعملوه تحشيوه بها راح تجيكم هايلة. ان شاء الله الوصفة تاع اليوم تجربوها وتعجبكم وتجيكم سهلة، وما تنساوش تكملوا تشجعونا باشتراكاتكم، والملتقى مع وصفة أخرى إن شاء الله. سلام.